عليهم شيء فظيع جدا. قد مست الكثير منهم الأمراض وأصابهم أمراض نفسية، ويعيشون حالة من الكآبة بسبب مرور حوالي 20 سنة وهم ما زالوا قابعين في السجون. اعتقلوا في فترة تاريخية أخطأت فيه السلطة، إن لم نقل أجرمت السلطة في حق الشعب الجزائري عندما اعتقلت ناس سياسيين وزجت بهم بالسجون بتهم وهمية. وليس فقط المساجين، حتى المفقودين يجب أن تعترف السلطة بأن هؤلاء ليسوا مفقودين. هؤلاء الناس اختطفوا من ملاجئ ومن لم يسلموا إلى أهلهم، والحقيقة هم ناس قتلهم النظام ولم تكن له الشجاعة في إبداء هذا الرأي. إذا كانت السلطة الجزائرية اليوم تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها ضد الشعب الجزائري، نحن نطالب السلطة الحالية أن تعترف فقط الاعتراف فقط بجرائمها ضد الشعب الجزائري، ابتداء من الانقلاب على اختيار الشعب وقتل المتظاهرين بعد ذلك في المسيرات السلمية والسجن بالكثير من الناس محتشدات في الصحراء. كاين منهم أصدقاء قد ماتوا رحمهم الله بسبب السرطان، بسبب مرض السرطان، وسننشر أخبار هؤلاء الذين توفوا بسبب تعرضهم للإشعاعات النووية في منطقة ربيان. وكذلك يجب على السلطة الحالية أن تعترف بالقتل أثناء التعذيب وبدون محاكمات للكثير من الناس، والاغتيالات السياسية. اغتالوا ناس سياسيين رميا بالرصاص في الشوارع، وقتلوا كذلك السجناء في سلكاجي والبرواغية، واحتجزوا المئات من الناس من المساجين إلى حد اليوم بعد صدور قانون المصالحة الوطنية في حقهم. ولا معنى أننا أننا نطالب اليوم فرنسا بالاعتراف بجرائمها ضد الشعب الجزائري، والسلطة الحالية لا تريد فقط الاعتراف بأنها أخطأت عندما انقلبت عن الخيار الشعبي وزجت بجيش تحرير بجيش بآباء والله عناصر الجيش الوطني في قمع الشعب الجزائري ورجال الشرطة والدرك وجميع مؤسسات الدولة. زج بها الانقلابيون في قمع الشعب الجزائري بسبب اختياراته السياسية فقط. طيب أخ مصطفى، فقط أنا أريد منك التأكيد أم نفي لما يدور في الساحة، بحيث أن هناك جهات ما تقول بأن هؤلاء السجناء لم يكتفوا بسجنهم، بل هناك من هدموا بيوتهم، هل هذا صحيح؟ أنا أعرف 20 بيت من مدينة بشار في الجنوب هدمت بيوتهم وهم في السجون، وكان فيهم بعض الأفراد خرجوا من السجون ببراءة تامة. نعم. فوجدوا بيوتهم مهدمة. ليس التهديم لم يكن تهديم تاع جرافات ولا هؤلاء الناس داروا لهم السياسي وطردوا لهم البيوت تاعهم، فجروا لهم البيوت تاعهم وخرجوا من بيوت ابنائهم وزوجاتهم، خرجوا حفاة من البيوت، لم يستطيعوا حتى اخذ بعض الحاجيات البسيطه معهم. هذا العمل قام به جنرال بالحديد، وهو جنرال تابع لخالد نزار في ذلك الوقت. وعندما سئل بالحديد لماذا تقوم بهذه الاعمال التي يقوم بها اليهود فقط، سمعنا باليهود يقومون فقط بتهديم بيوت الناس في غزه وفي غير غزه، فقال انا عبد المأمور، انا تاتيني اوامر بهذا الامر. في القانون الدولي وفي الاعراف الدوليه مثل هذه الاعمال هي جرائم حرب،
هذه جرائم حرب. طيب أستاذ مصطفى، يا أخ مصطفى، فقط أنا أريد أن أذكر السادة المشاهدين بأن الحقوقيين لما أثاروا هذه التهمة، وهي تهمة خطيرة جدا، بأنه لا يمكن هدم بيوت ومنازل هؤلاء السجناء. لماذا تهدم بيوتهم؟ يجب أن يحاسبوا في القضاء وكفى. فكان رد هذه السلطات بأن الجزائر ليست إسرائيل، إسرائيل هي التي تفعل هذه الأفعال تجاه الإخوان الفلسطينيين. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم السلطات الأمنية بذلك، لا علينا. فقط في تلك الفترة أسست في الجزائر لجنة أنت تعرفها الأخ مصطفى، سمت نفسها أو سموها بلجنة إنقاذ الجزائر. حسب ما كنت تردد أنت، هل هذه اللجنة فعلا أنقذت الجزائر مما كان يدور في ذلك الوقت؟ الحقيقة أنه بحجة إنقاذ